عندنا زيارة لإقليم ديال بولمان لتفقد وتتبع وإطلاق المشاريع ديال استراتيجية الجيل الأخضر اللي طلقها سيدنا الله ينصرو في 2020، وكاين مخطط إقليمي لهذه البرامج والمشاريع واللي كتهم يعني تنمية القطاع الفلاحي والقطاع ديال تربية الماشية، وكتأخذ بعين الاعتبار المؤهلات ديال الإقليم وكذلك الإكراهات. فشفنا البرامج ديال تنمية سلاسل الإنتاج لا فيما يخص الإنتاج النباتي اللي فيه الورديات وخصوصا اللوز والتفاح. كاين العالية ديال السلاسل اللي هي الإنتاج يعني التشجير خصوصا في إطار الفلاحة التضامنية، وكاين كذلك سافلة ديال هذه السلاسل واللي كتخص تثمين ديال المنتوج الفلاحي. برامج كذلك ديال فك العزلة على الضيعات الفلاحية وعلى الساكنة اللي هي مهمة وغادي تكون إن شاء الله طموحة كذلك في المستقبل. برامج ديال السقي وديال الري واللي فيها يعني عمل جد مهم فيما يخص تحويل ديال الأنظمة ديال السقي الموضعي والسقي اللي كيقتصد في المياه، واللي غادي تكون عندنا هذه هي المنهجية العمل خصوصا في الضيعات نتاع الفلاحة التضامنية، ومشاريع ديال المستثمرين اللي هي جد مهمة واللي كاين تحفيزات ديال الدولة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر عبر صندوق التنمية الفلاحية. وطبعا كان عندنا كذلك إطلاق يعني البرنامج الوطني اللي أعطى جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة ديالو والتعليمات ديالو باش نعاونوا الفلاحة والكسابة، واللي هو البرنامج اللي يعني الحد من تأثير ديال التساقطات ديال قلة التساقطات المطرية، واللي كيهم في الشق ديالو الأول هو دعم الكسابة ودعم القطاع نتاع الماشية خصوصا وسلاسل الإنتاج الحيوانية بصفة عامة لأجل يعني للتأثير على الكلفة ديال الإنتاج نتاع الفلاحة والكسابة، واللي غادي يكون عبر واحد الطريقة ديال شباك مفتوح واللي كميات كبيرة واللي غادي يستجيبوا لكل الطلبات تاع يعني الكسابة. برنامج كذلك اللي كيهم سلاسل الإنتاج النباتية وخصوصا البطاطس هنا في هذه المنطقة والبصل، واللي غيكون فيها الدعم تاع الزريعة لا ديال البطاطس ولا ديال يعني البصل، وكذلك برامج ديال اللي أفقية نتاع الاستشارة الفلاحية ونتاع التكوين ونتاع المواكبة نتاع المشاريع كلها. فالأجل يعني تخفيض الكلفة ديال الإنتاج ما يخص الإنتاج ديال السلاسل النباتية إلى جانب البذور ودعم البذور، هناك يعني دعم الأسمدة الأزوتية واللي هي كلها مستوردة واللي غادي تكون مدعمة على الصعيد الوطني على الفلاحة كلهم. يعني ديك الكميه اللي كنستعملوها في السنه غادي تكون مدعمه ان شاء الله، وهذا الشيء غادي يعني يسهل يعني اولا توسيع ديال المساحات والاكثار في الانتاج واستعمال ديال هذه المواد اللي هي جد مهمه بالنسبه للانتاج، وفي نفس الوقت غادي يخفض الكلفه ديال الانتاج على الفلاحه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كنتشرفوا بزيارة السيد وزير الفلاحة من أجل إعطاء الانطلاقة للسوق الأسبوعي للماشية وكذلك المجزرة الجماعاتية العصرية إن شاء الله. كما كتلاحظوا حنا الآن متواجدين من داخل السوق الأسبوعي للماشية اللي شهد واحد الإصلاحات كبيرة في البناء ديالو، ولكن السيد الوزير تأى أنه يضخ واحد الاعتماد مالي إضافي من أجل تجويد
تزويد يعني المعدات باش يكون هذا السوق نموذجي كباقي الاسواق النموذجيه اللي طلقتها وزاره الفلاحه على باقي على التراب الوطني. اليوم يعني الكلفه الاجماليه اللي غتضاف للسوق هي 3.73 مليون درهم، 3 مليون درهم فاصله 73، هي 373 مليون درهم. وكذلك واحد المبلغ مالي اخر غادي ينضاف للمجزره اللي هو تقريبا 5 مليون درهم فاصله 2، اي 520 مليون سنتيم، باش تكون مجزره في المستوى، مجزره من الجيل الجديد اللي كيطمحوا لها ساكنه مدينه ميسور. لا سيما هذه المشاريع كانت مشاريع متعثره لمده طويله لاكثر من 6 سنوات، وهذه المشاريع متوقفه. اليوم الحمد لله سترى النور بزياره السيد الوزير اللي غيوقف شخصيا، وهذه الزياره اتت على لقاء السيد الوزير، دار لقاء مع الساده رؤساء الجماعات تاع اقليم بولمان، ومن بينهم رئيس جماعه ميسور اللي كنا طرحنا للسيد الوزير بالحاح هذه المشاكل اللي كيعاني منها لا السوق ولا المجزره. السيد الوزير لبى النداء في حينه، اتصل مع يعني المسؤولين المركزيين والجهويين والاقليميين لتسريع الوتيره واعداد الامور اللازمه للزياره ديالو. اليوم الزياره تستحقق، والطموح ديالنا وديال ساكنه ميسور هو ان هذه المشاريع هذه تخرج للوجود في اقرب وقت، لان جل المشاريع اللي كانت مشاريع متعثره واقفه الساكنه يعني حست بالملل بان مجموعه من المشاريع كتبدا وكتوقف. ولكن الحمد لله بغينا هذا السوق يكون سوق نموذجي يحتذى به، واخا تاخر، ولكن هذه الاضافه وهذه المبالغ الماليه اللي زادها السيد الوزير، هذا يعني ان السيد الوزير واقف على الامور هذه، باغي هذا السوق والمجزره يخرجوا الارض الوجود ان شاء الله ويشتغلوا ويكونوا هما واحد القاطره لاقليم بولمان باش ان شاء الله تحقق التنميه. كذلك السيد الوزير اليوم كيطلق مشاريع تنمويه كبيره جدا، لا على مستوى صرغينه، لا مستوى ترزمت، ميسور، سيدي بوطيب. كنتمناو هذه الزياره تكلل بالنجاح ان شاء الله وتعود بالنفع على الفلاح وساكنه اقليم بولمان عامه ومدينه ميسور خاصه. والشكر الجزيل للسيد عامل عملات اقليم بولمان على المجهودات الكبيره اللي بذل معنا في جميع الاوراش، وخاصه في هذا الورش نتاع السوق الاسبوعي للماشيه والمجزره اللي دار تدخلات هو على المستوى السيد العامل مشكورا على المستوى الاقليمي ولا المستوى الجهوي او المركزي. هذه المجهودات اللي تضافرت ما بين المجلس الجماعي وما بين السيد العامل وما بين وزاره الفلاحه اليوم كتكلل باعطاء انطلاقه الفعليه لهذا المشروع ان شاء الله باش يرى النور وحتى هو يكون قاطره التنميه لمدينه ميسور. وكنشكروا جزيل الشكر السيد الوزير السيد العامل ساكنه مدينه ميسور اللي صبرت علينا وتحملات هذا الوقت الطويل نتاع هذه المشاريع اللي كانت متعثره ومتوقفه، واليوم ان شاء الله تكون انطلاقه فعليه لتصحيح ما سبق. وشكرا جزيلا لكم. محمد الزروالي فلاح وكساب جماعه سيدي بوطيب. بالنسبه لهذا الشيء اللي دار اليوم كيفرح الكسابه وكيفرح من جهه قضيه الماء ومن جهه الشعير المدعم، وكان شويه ديال الخصاص في السنه الماضيه اللي فاتت، ولكن دابا الامور السيد الوزير سرح تسير الامور والمنطقه معروفه بالجفاف، لا على الكسابه ولا على الماء ولا على كل شيء. راه قلت لكم لو كما حنشرب في هذا الشهر ديال الماء اللي داز بديك الشتيوات، وهذا الحمد لله حياو الويدان وحياو البيار شويه، والكسيبه بعدا دار لها ما تاكل بعدا شويه، الناس الكسابه منفسين شويه، والحمد لله كنتمناو هذا المشروع يمشي هكا يكمل. وداك الشيء ديال العشوائي ديال الشعير هكا بحال هذه الخدمه ديالهم في البيسي وهذا مزيان، ماشي بحال الناس ما كيعرف لا شحال دا ولا شحال ما يعرف باش دا، غير كيقول راه جاني الشعير ما كيعرفوا منين داز. والحمد لله كنتمناو الفلاحه كاملين فرحانين بهذه الزياره ديال السيد الوزير، وكنشكروا السيد العامل وكنشكروا والله ينصر سيدنا اللي كيسوق هذه. وشكرا.